نعم، اللاعبون بدأوا الآن بالخروج نحو المنطقة المختلطة. عبد الله الزيري حارس المنتخب السعودي، عبد الله ألف مبروك بعد مباراة فيها نوع من الضغط كان عليكم، أعتقد كنتم مضغوطين أثناء المباراة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أهدي الفوز للوالدة والوالد وزوجتي وأقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله بإذن الله. اليوم فريق التايلندي كان صعب جدا، كان مقفل، والحمد لله أهم شيء كسبنا 3 نقاط، وإن شاء الله مباراة سوريا نحقق 3 نتأهل إن شاء الله بإذن الله. ما تحسون أن الشباب كانوا مستعجلين شوي اليوم؟ كان في استعجال في الكرة. كنا نبي نخلص المباراة من بدايتها، بس الفريق التايلندي كان مقفل وواجهنا صعوبة في المباراة، ولكن الحمد لله بتوفيق ربي جاء الفوز باخر دقيقة، اللهم لك الحمد يا رب. عبد الله، هل قدمتوا كل ما عندكم ولا المنتخب السعودي عنده الأفضل؟ عنده أكثر من كذا المنتخب السعودي، وإن شاء الله مباراة سوريا يكون أداءنا أفضل من مباراة اليوم إن شاء الله. سيدي عبد الله، شكرا. شكرا لك، مبروك يعطيك. المنتخب السعودي ياسر، ألف مبروك فوزكم الذي جاء بعد صعوبة كبيرة اليوم. الله يبارك فيك. أول شيء الحمد لله نشكره، ثاني شيء الحمد لله على الفوز، واليوم والله ما قصروا، أدوا اللي عليهم والباقي على الله الحمد لله. ياسر، المباراة الجاية عندكم الأفضل تقدمونها إن شاء الله بإذن الله، نوعد الشهر الرياض إن بإذن الله المباراة الجاية نخش أحسن من كذا. شكرا ياسر. يعطيك العافية. يحيى صاحب هدف الفوز، التقيت معك قبل المباراة قلت احنا ناويين نغير الصورة كمستوى ما تغيرت كثير، لكن أهم شيء صار انه الهدف تسجل و3 نقاط احرزت. هذا شيء بسم الله الرحمن الرحيم. إننا نزلنا مو عشان مستوى ولا نظهر أنفسنا، نزلنا عشان ال3 نقاط المهمة اللي احنا نبغاها، والحمد لله يعني بدون واحد احنا اخذنا المباراة بصعوبة. المنتخب التايلندي كانوا مقفلين من بداية الشوط الأول، برضو كان في أخطاء من لاعبتنا، لكن تفادينا، وإن شاء الله المباراة الجاية نصحح من الأخطاء ونلعب بأحسن، وإن شاء الله نظهر بالصورة الكويسة وناخذ النتيجة. ألف مبروك يحيى. الله يبارك فيك. يحيى.